السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده جايلكم بمثل جديد. المثل المصري بيقول يقتل القتيل ويمشي في جنازته، وطبعا نظيره المغربي هيتقال في اخر الحلقة. معنى المثل بيقول ايه؟ ان الشخص المنافق اللي بيرتكب المصيبة وبيتظاهر بالحزن والبراءة، وكأنه مش هو السبب في اللي بيحصل، مش هو السبب في اللي عمل المصيبة بإيده، وبتصرف وكأنه بريء وطيب. والحكاية بتقول ايه؟ بعض الناس اللي بيرتكبوا الجرائم والمصايب في الخفا، لكن قدام الناس بيظهروا بمظهر المتعاطف الحزين. يعني مثلا شخص يغدر بصاحبه أو يسبب له كارثة، ولما تقع الكارثة تلاقيه أول واحد واقف جنب الضحية يواسيه أو يندب عليه حظه، وهو أصل البلاء. والحكاية المثل المغربي كان في واحد عايش في قرية معروف بالخبث والحسد، وكان له جار طيب عنده بهيمة بيعتمد عليها في رزقه، بيبيع الحليب بتاعها بالفلوس ويصرف على ولاده. الجار الحسود ده كان بيضيق صدره كلما رأى أولاد جاره دوت يفرحون بالحليب وبالطعام وعايشين مرتاحين وحمد ربنا. فقرر يوم ان يأذيه، فانتظر لحد الليل وراح لحد الحظيرة وذبح البهيمة وسحبها للخلا بره ودفنها في الصباح. استيقظ الجار الطيب ولم يجد البهيمة، فانهار طبعا من الحزن، وقعد على الأرض يندب حظه ورزقه، وكان أول واحد حضر يواسيه هو نفس الراجل الجار اللي ذبح البهيمة. وقعد جنبه ويقول له اصبر يا جاري، والله يعوضك خير بالبهيمة تانية، وربنا كبير. مش بس كده، قعد يدعي الناس ان هم يجوا يعزوا فلان دوت، ده حصل له مصيبة، ده بهيمته ماتت، مش عارفة ايه. وقعد وسطهم يشكل الفقدان وكأنها بهيمته هو. وهنا المثل المغربي بقى بيقول ايه؟ يذبح البهيمة ويشارك في العزا. وربنا يا حبايبي يكفينا شر الحقد والحسد. وكده الحكاية خلصت، ولو عجبتكم اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس ودوسوا لايك، واكتبوا لي في التعليقات رأيكم ايه. كانت معاكم جدة ملك، سلام عليكم.